مثلا استاذ محمد بساله الزمالك ممكن يعمل ايه في ماتش بكره؟ قال لي هيعمل حواجب بس كده. فيلا بقى نشوف بقى الزمالك هيعمل حواجبه ازاي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا احمد صبري ودي كوره مع افوكاتو. مفيش شك ان دايما ماتش الاهلي والزمالك بطوله لوحده، ما ننكرش الكلام دوت. الزمالك السنه دي مركز ثالث ولا رابع يا كابتن؟ ثالث يعني هيشارك في الكونفدراليه، وكان عنده امل. قال لك ايه، اعملوا معايا زي ما عملتوا مع الاهلي وودوني ايه دوري الابطال. قالوا ده ايه عند حمادي، مش هنقول اكتر من كده. فيلا بينا نشوف بقى كده الزمالك طريقه لعبه ازاي، لان طريقه لعب الاهلي الميكانيزم بتاعه ثابت. هو الاهلي بيلعب يا اما 4-3-3 يا اما هينزل قشه ويلعب 4-2-3-1. فيعني ما فيش ما فيهاش شغل كتير او ما فيش كلام كتير يتقال. وتشكيل الاهلي اكيد معروف، الثلاثي الهجومي، لعيبه خط الوسط، الرباعي الدفاعي. يعني ما فيش اختلافات كبيره قوي. يعني ما اعتقدش ان حتى كولر هيفاجئنا. هو عنده ميكانيزم ثابت للعب، ما فيش حاجه جديده. تعالى بقى نروح للزمالك اللي بيعمل البعكوكه الراجل اوسوريو دوت. هي حلوه، يعني هي حلوه، بس المشكله في انه طريقه اللعب جديده. فانت قدامك خيار من الاثنين، يا اما هتصمم على طريقه لعبك وفي الحاله دي هتشيل قته لا مؤاخذه يعني، يا اما هتعقل كده وتكبر بدماغك وتعمل زي علي ماهر ما عمل مع الاهلي وتطلع بنقطه كده وتبقى شكلك شيك. ماشي، ده لو عرفت تطلع بيها يعني يبقى شكلك شيك احسن ما تطلع بفضيحه. دي وجهه نظري على فكره. وده ليه؟ الراجل ده بيلعب 3-2-4-1. الطريقه دي تحس كده ان ما فيهاش اتنين باكات، او الاثنين اللي هم في الاربعه اللي قدام بيروحوا ويجوا هم الباكات. بس الحقيقه مش كده. الحقيقه ان في واحد من الاثنين اللي بيلعبوا قدام الثلاثه بتوع خط الظهر بيروح باك عشان يبقوا اربعه، وواحد من الاربعه اللي قدام بينزل يبقى ديفندر. ماشي، الحته دي حلوه وفيها شغل وفيها سويتشات. بس هي الفكره بقى، هل لعيبه الزمالك قادره تنفذ الكلام دوت؟ تعالى كده نروح لماتش فيوتشر اللي انا حللته وقلت ان بنزول شيكابالا واحمد فتوح الدنيا اتظبطت. ليه؟ لان شيكابالا خد مكان الجزيري، وده ادى نفس لزيزو اللي بيلعب برده في خط الوسط قدام في الرباعي الامامي، وفتوح بيلعب في الاثنين اللي قدام السرد باكات او الثلاثه السرد باكات. فالسويتشايه اللي بتتعمل ديت محتاجه فرقه يعني الميكانيزم بتاعها او يعني تبقى حاضره على طول، عارفين ده لما في الحاله الدفاعيه كل واحد بيروح ازاي. بس للاسف الزمالك هجوميا حلوه قوي، الطريقه يعني شاربينها كويس. ده ليه؟ لطبيعه العقليه بتاعت لعيبه الزمالك. لعيبه بتحب تمتع نفسها، ودي طريقه لعب الزمالك. مفيش يعني من زمان مشكله الزمالك ان هو بيقدم كره حلوه، بس التاكتكس بقى الكلام ده شويه قليل شويه في الزمالك. هو بيحب المتعه اكتر، لكن الكلام دوت بقى مع فرقه كبيره زي الاهلي صعب. فرقه لعبت عندها الخبرات دي، عندها لعيبه ملتزمه قوي بالشكل ده وحريفه. اعتقد ان الموضوع صعب قوي. فيعني قدامك حل من اتنين، يا تعقل وتلعب زي علي ماهر وتعمل غابه من السقان، يا اما بقى انت ايه يعني تهرب منك. ممكن تيجي ضربه حظ على فكره والزمالك يجيب جول. مفيش، كله خارج التوقعات. بس احنا بنحلل اللي شفناه المطوشه اللي فاتت. الزمالك بيلعب بالطريقه دي، الطريقه دي عايزه تحولات وعايزه لعيبه واعيه. والزمالك عنده بقى مشكله كبيره جدا، ان الناس اللي قدام دي عقبال ما بتفكر تأدي ادوارها الدفاعيه يكون الحمد لله على السلامه بقى رحنا جبنا جول وخلصنا. فهم حل من اتنين، يا هتعقل وتلعب بطريقه دفاعيه وترجع بخط لعيبه خط الوسط بتاعتك ترجع كده وتقفل مع خط ظهرها وتلعب ببلوك كده الفرقه كلها تطلع وترجع لورا، يا اما انت الله يرحمك يا سوري. يا سوري. بس كده، لو عجبك الكلام دوت ما تنساش اللايك، شير، كومنت، سبسكرايب. ولو انت بتتفرج عليا من على الفيسبوك يا ريت تروح تشترك في القناه. سلام.